زهرتي يا زهرتي أنت نجوى المهجة، زهرتي يا زهرتي. كان بإمكاني أن يقول اعذروني لأنني أوقعتكم. اعذروني لأنني أوقعتكم. تفضل، يمكنك أن تأخذ عقد بيتي. بيتي مسكون بالشبح فصيح أبو حزقة. أنا راحل. سلام. انظر يا شهد العسل، لقد تنازل لنا عن بيته. شجاع أبو نخاع أعطى عقد البيت لنقار الخشب. إذا حصلت على العقد سيصبح البيت لي. إنه قادم. سأسكن هذا البيت وأطرده من هنا، وإلا لن يكون اسمي فصيح أبو. هذا أفضل. تصرفوا كأنك في بيتك، فالمنزل ملك لنا. إنه الآن في الطابق السفلي. يجب أن أباشر العمل. لا يوجد شيء تخافه يا شهد العسل. لا يوجد أي شبح. كف عن هذا يا شهد العسل. لا توجد أشباح. قد يكون صوت رياح. هيا اتبعني يا شهد العسل. مجرد فأر. هذا ما يخيف شجاع أبو نخاع. من يخاف من شبح صغير كهذا؟ هذه خدعة المكنسة الكهربائية، وهي مضمونة دائما. ابتعد عني أيها الشبح. هذا مضحك. كنا نتخيل. ألا تعتقد ذلك يا شهد العسل؟ هذه الخدعة ستخيفه وتجعله يهرب كالقط المذعور. هيا أبو الشوش، دعنا نستكشف بيتنا الجديد. أنا الشبح مخيف الشجعان. هل أنت شبه فصيح أبو حزق؟ لا تقولها. لا تقل أبو حزقة. لا. هل رأيت ذلك؟ إنه ليس شبحا. سأطرد ذلك النقار المزعج. إنه يحاول إخافتنا كي نهرب. حسنا، لدي بعض الخدع المسلية. يعتقد النقار أنه قادر على إخافتي. ما الذي تفعله هنا سيد شبح؟ أنا الآن يا شهد العسل. أوقفوها. أوقفوا الموسيقى. الآن جن جنوني. إنني أستشيط غضبا. عندما أمسك به سأجعله يندم لأنه أساء إلى فصيح أبو حزق. غضي. نجوت هذه المرة. سأمسك بك الآن يا نقار الخشب. أين أنت؟ سأقدم لك هذه الهدية يا فصيح أبو حزق.
لا تقل تلك الكلمة.